لقيته يا جماعة هيفضي وهينبت، قلت لازم اعمل في كده. طبعا اي حد عنده توم يا جماعة وقرب يفضي تجيبوا كده وقشروه ونضفوه وكمان افرموه وخلوه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. حطوه بقى في برطمان بلاستيك وحطوه في الفريزر، يبقى جاهز كده يا جماعة على السريع. تاخدوا منه نص المعلقة تحطها على الطبخة بتاعتك وتخلصي نفسك. بصراحة يا جماعة اكتر حاجة مزعجة بالنسبة لي تقشير التوم، بحب كده الاقيه جاهز عندي ومتقشر ومتنضف زي ما انتوا شايفين كده. وكمان جبت طبعا برتقان وجوافه وقطعتهم بالشكل ده وكيستهم وحطهم بقى في الفريزر لشهر رمضان الكريم. كل سوق يا جماعه تجيبوا شويه كده وتقطعوهم وتحطوهم في الفريزر، تمام؟ علشان طبعا تبقى العصير جاهز بالنسبه لك، لان اكتر حاجه طبعا بتفكري فيها او اول حاجه بتفكري فيها في شهر رمضان هي العصير، هتعملي ايه؟ فما يكون عندك جاهز في الفريزر بيشيل عنك ايه، هم كبير. وهنا يا جماعة هعمل كبد وقوانص بطريقة جميلة جدا وموفرة جدا واقتصادية جدا جدا. هسيب لكم رابط في صندوق الوصف، الطريقة هتعجبكم. بجيب لكم وصفات سهلة وجميلة وكمان مفيدة جدا، يعني بتوفري منها كتير، تمام؟ هتحط عليها بطاطس وطماطم وفلفل، وهتحط عليها كام فص توم كده. بالكبد والقوانص بتبقى طعمها روعة بجد. ان شاء الله يا جماعة كده الاسعار بتاعتنا يعني رفعت حاجة غريبة كده. ازازة الزيت يا جماعة ب110،